بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الشخص اللي أمامكم نقول فيه هل نحن أمام تدمير فكري أم مبالغة؟ والقصد من كلامي هذا أن نستخدم كلمات هذا الشخص، وهو عميل سابق في الجهاز الاستخبارات السوفيتية، انشق للغرب وقدم مقابلة عام 1984 شرح فيه ما يسمى في نظريته الإخضاع الإيديولوجي. وهذا الأسلوب الحرب غير مباشر يهدف إلى تدمير الدول من الداخل دون استخدام السلاح. الفكرة الأساسية من فكرة هذا الشخص الخبيث هي تغيير عقول الناس وقيمهم حتى تصبح ضعيفة، أو تصبح هذه الدولة ضعيفة من الداخل. وإحنا اليوم بصدد هل نحن أمام مؤامرة فكرية أم إن هي مبالغة؟ فإننا نقول ومستعينين بالله عز وجل ونقول فيها: يا جماعة الخير، يا أهل السنة، يا أهل الإمارات، يا أهل الخليج، اليوم ما عندنا شيء اسمه رفاهية كل شيء، ولا نكذب كل شيء. في ناس تقول إن العالم يتآمر عليكم أو يتآمر علينا، يتم تدميرنا فكريا خطوة بخطوة. وفي ناس تقول هذه مجرد نظرية مؤامرة لا وجود لها. وأنا أقول بكل وضوح كأني وأنا من هذه الدولة العربية المسلمة الخليجية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الحقيقة ليست هنا ولا هناك. الحقيقة هي الوسط، لكن تحتاج إلى عقل واعي يفهم هذا الوضع. شو اللي قاله هذا العميل استخباراتي السابق؟ هذا قال تمر فكرته في 4 مراحل. أول شيء تدمير القيم، زعزعة الاستقرار، صنع الأزمة، فرض واقع جديد. ولو نحن نفكر يمين ويسار نشوف أن الدول الغربية والدول اللي تبي تهديم